هاي يا حلوين، النهاردة هعلمكم اسهل وافضل طريقة للانجاز. اول حاجة نحتاج مجموعة من الورق من كشكول او دفتر، المهم انه يكون مسطر، وهنجيب المسطرة ونبدأ اننا ناخد المقاسات اللي عايزينها للورق بتاعنا ونسطرها. بعدين هنجيب القطر ونبدأ نقص بيه، بس لازم نثبت ايدينا على المسطرة كويس جدا عشان الورق ما يطيرش، ونبدأ نعدي القطر كذا مرة على الورق لحد ما يطلع معانا مظبوط كده. بعدين هنرتب الورق بتاعنا كويس، نتأكد ان كله متساوي، وبعدين نجيب المسطرة على الطرف ونقص الطرف بتاع الورق اللي بيكون متعرج، هنقصه برضو بنفس الطريقة، ونيجي كمان من فوق ونقصه بنفس الطريقة، وكمان من تحت هنقصه بنفس الطريقة. هيبدأ يظهر معانا الورق ده، بس خدوا بالكم ثبتوا ايديكم على المسطرة كويس وكملوا قطع. بعدين هنجمعهم على بعض، فهنطلع بمجموعة الورق دي، ممكن تتفتح لفوق او ممكن تتفتح للجنب على حسب ما نحب هنحط مكان اللزق. فانا عاوزاه يتفتح لفوق فهحط اللزق من فوق، انا لزقته مسدس شمع وممكن تستخدموا اي نوع لزق عادي. دلوقتي جه وقت التغليف، هنجيب ورقة لبني وهنبدأ اننا نحط الورق بتاعنا عليها وناخد مقاساتها عشان تطلع مظبوطة على قدها بالظبط. وهظبط المقاسات بالمسطرة، ما تنسوش تسيبوا مستطيل فرق في النص. نجيب مقص ونفتحه، بعدين نمشي بالمقص ده على الخطين اللي في النص علشان يكون تنيهم اسهل. دلوقتي اهو هنطبقهم بمنتهى السهولة، وكده هيكون كمان شكلها مرتب اكتر. هنجيب الورق بتاعنا ونحط عليه اللزق من فوق، ونبدأ بقى نثبته جوه الغلاف اللي عملناه. كده الدفتر بتاعنا بقى جاهز، كملوا معايا للآخر عشان اقولكم ازاي هينجز مهامنا. دي مرحلة التزيين، هنجيب كوريكتور، ولو عندكم قلم ابيض بأي نوع زي الدوكو او الجل استخدموه، بس لو مش عندكم تقدروا تستخدموا الكوريكتور زيي وهيدي نفس النتيجة. هنبدأ نرسم سحابة صغيرة كده من تحت ونملى الفراغات عشان تكون كلها لون ابيض. وعقبال ما اخلص تلوين هتكلم معاكم دلوقتي في ايه فايدة اصلا النوت دي في انجاز المهام بتاعتنا. دي مش مجرد نوت يا جماعة، دي التودو ليست، ممكن لو انتوا ما سمعتوش عنها قبل كده فهعرفكم دلوقتي. التودو ليست ديت بتكون قايمة بنكتب فيها كل المهام اللي ورانا في اليوم. مثلا لو عندي النهاردة تصوير فيديو ومونتاج فيديو، ممكن انسى او اتكاسل او كده، مهمة التودو ليست دي ان هي تفكرني بالحاجات المهمة اللي كنت عايزة اعملها، وكمان انها تلعب على ضميري باني لازم اخلص المهام اللي ورايا. هي فعلا اسهل وافضل طريقة، لان هي مش محتاجة اي مجهود ولا اي تخطيط ولا اي تعب خالص. افضل وقت للتخطيط ليها هو يا اما بالليل قبل النوم عشان نفضي دماغنا من كل الافكار والحاجات اللي عايزين نعملها تاني يوم، فلازم نكتبها في التودو ليست بتاعتنا ونصحى تاني يوم عارفين احنا ورانا ايه، او اول ما نصحى من النوم نبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه النهاردة، لازم نكتبه في التودو ليست عشان كل ما نعمل حاجة نعلم عليها. دي طريقة على الرغم من بساطتها الا انها منجزة جدا، عن تجربة بجد بنصحكم تجربوها. اللي عملته انا اني قصيت من ورق اصفر عشان مش عندي لون اصفر بيجمنت كفاية، فممكن برضو تستخدموا نفس الطريقة دي في السحاب لو انتم مش عندكم قلم ابيض او كوريكتور، بانكم برضو تقصوها من ورق ابيض وتلزقوه بصمغ ورق. دلوقتي بس هنضيف لها تفاصيل صغيرة زي عيون وبق وسنكسس، وممكن كمان نكتب لها جملة تحفيزية. انا حبيت اني اكتب جملة عجبتني جدا: الشمس طلعت يلا نحاول تاني، بحبها لان هي فعلا بتدل على ان كل يوم امل جديد، وده اللي بيعمله التودو ليست، باننا بنبدأ كل يوم بتخطيط جديد. بس فحبيت اعرفكم في الفيديو ده ان التودو ليست اسهل وافضل طريقة لانجاز المهام بتاعتنا اليومية. حبيت اعلمكم كمان ازاي تعملوا تودو ليست شكلها مبهج علشان تحبوا تبصوا فيها كل يوم. انا في التودو ليست القديمة بتاعتي كنت بحب اعمل خانة في الجنب كده علشان اعلم فيها على المهام اللي انجزتها، فدلوقتي هبدأ اخطط التودو ليست بتاعتي كلها بنفس الخانة كده علشان ابقى اعلم فيها. بس كده خلصنا التودو ليست بتاعتنا، شكلها كيوت جدا، تفتح نفسنا كل يوم على اننا ننجز مهامنا.
متنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي فيديو اول ما انزله جديد. ولو طبقتوا اللي عملناه النهاردة نزلوه على جروب الفيس ابدع مع شهد. شاركوا الفيديو مع اصحابكم المفضلين وشوفوا فيديوهات من اللي مقترحة قدامكم دلوقتي، ويلا باي.